أنوبيس في الحضارة الفرعونية كان واحد من أهم الآلهة عند المصريين القدماء، وكان دايما بيترمز له على شكل إنسان براس ابن آوى، اللي هو نوع من الكلاب البرية اللي كانت منتشرة في مصر وقتها. تعالوا نتكلم باستفاضة أكتر عن أنوبيس ودوره في الحضارة المصرية القديمة. إخواتي وحبايبي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم أبو بطة، والنهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مين هو أنوبيس ودوره في الحضارة الفرعونية القديمة. أولا قبل ما نبدأ ونخش في تفاصيل الموضوع، ياريت لو أول مرة تتابعنا ما تنساش تشترك معانا وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا بينا ندخل في الموضوع. مين هو أنوبيس؟ أنوبيس كان إله الموت والتحنيط عند المصريين القدماء. كان بيحمي الموتى وبيقوم بدور مهم جدا في العالم الآخر اللي هو الحياة بعد الموت. اسمه عند المصريين القدماء كان إمبو أو إمبوس، واليونانيين بعد كده سموه أنوبيس. شكله ورمزيته: راس ابن آوى. أنوبيس كان دايما بيظهر بجسم إنسان وراس ابن آوى. ابن آوى كان له ارتباط قوي بالمقابر لأنهم كانوا بيشوفوه كتير حواليها، فربطوا بينه وبين الحماية من الشرور اللي ممكن تهدد الموت. طيب إيه يا أبو بطة علاقته باللون الأسود؟ راس أنوبيس كان دايما لونها أسود، واللون ده كان بيرمز للخصوبة وإعادة البعث، لأن الأرض السوداء حوالين نهر النيل كانت بتدي المصريين خير وخصوبة. دوره في التحنيط: المصريين القدماء كانوا مؤمنين إن أنوبيس هو الإله اللي علمهم علم التحنيط. التحنيط كان جزء مهم جدا من طقوس الموتى، لأنهم كانوا بيعتقدوا إن الروح محتاجة جسد سليم عشان تقدر تعيش في العالم الآخر. كانوا بيؤمنوا إن أنوبيس هو اللي بيحافظ على الجثث وبيحميها من التحلل أو من أي شر ممكن يصيبها. وهنا بقى جينا لأهم نقطة في الموضوع: دوره في محكمة أوزوريس. أنوبيس كان له دور كبير في محكمة أوزوريس اللي كانت بتحصل بعد الموت. بعد الروح ما تسيب الجسد كانت بتروح لعالم الموتى، وهناك بتحصل المحاكمة. أنوبيس كان هو اللي بيقود الروح لقاعة المحكمة. بعد كده بيقوم بقياس قلب المتوفي على ميزان الحق مع ريشة ماعز اللي هي رمز الحقيقة والعدالة. لو كان القلب خفيف زي الريشة يعني الشخص عاش حياة طيبة بيتم قبوله في العالم الآخر، ولو كان القلب كان تقيل من الخطايا بيتم الحكم عليه بالفناء. الأساطير حول أنوبيس: واحد من أشهر الأساطير اللي بيظهر فيها أنوبيس هي أسطورة أوزوريس. لما ست أخو أوزوريس قتل أوزوريس وقطع جسده، أنوبيس هو اللي قام بتحنيط جسد أوزوريس وحماه، عشان كده أوزوريس بقى إله العالم السفلي بعد كده. أنوبيس كمان كان بيعتبر ابن أوزوريس في بعض القصص، وده بيوريك قد إيه كان دوره مهم وحيوي في الأساطير المصرية القديمة. دايما هتلاقي صور أنوبيس على المعابد والتماثيل. المصريين القدماء كانوا بيعبدوا أنوبيس في أماكن كتيرة وكان ليهم معابد مخصصة. واحد من أشهر المعابد اللي كان ليها علاقة بأنوبيس هو معبد الكهف في سقارة اللي كانوا بيستخدموه في التحنيط. تماثيل أنوبيس كانت بتتحط عند مداخل المقابر عشان تحميها، وكمان كانت بتتحط جوه المقابر جنب التوابيت. أنوبيس كان ليه دور مهم جدا في الحياة اليومية عند المصريين القدماء. كانوا بيحترموه جدا وكانوا دايما بيقدموا له القرابين عشان يرضوه ويحافظوا على موتاهم. كانوا بيعتقدوا ان وجوده بيحميهم وبيطمنهم انهم هيرتاحوا في العالم الاخر. أنوبيس كمان كان ليه دور في الفن والرموز. على مر العصور صور أنوبيس كانت دايما بتظهر في الرسومات والنقوش على جدران المقابر والمعابد. كانت دايما بتظهر صورته وهو بيقوم بعملية التحنيط أو وهو بيوزن قلب المتوفي. كمان في التماثيل والتوابيت صور أنوبيس كانت موجودة كتير، وده بيدل على أهمية دوره في حياة المصريين القدماء وفي طقوس الموتى والدفن. أهمية أنوبيس عند المصريين القدماء: كان إله مهم جدا لأن المصريين كانوا شايفين إن الموت مش النهاية بل بداية لحياة جديدة في العالم الآخر، وكانوا مؤمنين إن أنوبيس هو اللي بيوجههم في الرحلة دي وبيحميهم من الأخطار اللي ممكن تواجههم بعد الموت. بسبب ارتباطه بالتحنيط والحماية، أنوبيس كان بيعتبر رمز للأمان والسلام للموت، وده كان بيخليهم دايما يقدموا له القرابين ويطلبوا منه إنه يحميهم ويحافظ على أرواحهم. وفي النهاية أنوبيس كان له دور كبير في الحضارة الفرعونية القديمة، سواء في الحياة اليومية أو في المعتقدات الدينية. دوره في التحنيط والمحاكمة بعد الموت كان بيخلي المصريين القدماء يحترموه ويقدسوه بشكل كبير. هو رمز للأمان والحماية، وده بيظهر في كل الرسومات والتماثيل اللي وصلت لنا لحد النهاردة. وفي نهاية فيديو النهاردة أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ياريت لو مش مشترك معنا في القناة تشترك وتفعل زر الجرس. أشوفكم على خير، مع السلامة.